انت ابو حبيب؟ انا هلا ابو حبيب. جبت الفلوس؟ ايوه الفلوس اذا يتاكد منها. خلاص انت الفلوس موجود. الان تدي لي حبيب انا اسلم لك الفلوس. تعال هو ود الله، تعال. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. هلا وسهلا. ها عيالي، وين ابني؟ هذم عيالي، خذ لك واحد منهم بدل ابنك. اصلا انا وعيالي ميتين من الجوع، محتاجين فلوس، محتاج فلوس اكلهم. كرهت اليوم اللي شفتهم فيه. اجلس، ما تروح، يمكن يا ابني يختارك. الان انت بتتكلم جد؟ مجنون ولا بعقلك؟ بضاعة هم بضاعة يعني تشي تبيعهم؟ هذا لا مش هم حقك ولا هم ملكك ولا لك حق التصرف فيهم. ما مش بضاعة عندك، هؤلاء أمانة في رقبتك وفي ذمتك، لازم تحافظ عليهم. أقسم بالله العظيم لو ما أنا محترم الشيبة اللي فوق راسك إني كنت تصرفت معك تصرف ثاني. خاف الله يا أخي، خاف الله. أنا معي 9 أولاد وما عملت مثلك. رزقهم على الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وانت تشتري تبدل زينة ربي بزينة الدنيا، ما يصلحش. لو كنتم عانيتم الذي أنا أعانيه ما كنتش بتقولوا هذا الكلام. أنا وعيالي نكون من القمامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقول يا خالد وصل بنا الحل هذه الدرجة؟ كلامه صح، وأنا شفت بعيني. باقي أسر متعففة تخرج بعد الفجر إلى القمامة تلقط علشان ما يشوفهم الناس. اسمع يا حج، أنا شدي لك الحل. أنا شاشتري ال4 الجهال وشاريحك من أكلهم وشربهم عشان ترتاح بالمرة وما عاد تهمهمش. هات لا لا، أرجوك خليني عيالي. أنا أسألك. هات البيت. لا تعال هاتهم. لا أنا خلاص خليني. أنا أعطيته عيالي. أنا والله أنا حسيت بهم. أنت تعرف سوق موتور؟ موتور؟ أيوة أعرف اسمه موتور. امسك هذه، اشتري بها موتور واقصد الله على جهالك واعرف قيمتهم. يا رجال أنت أب، أنت مفروض أنك تدي لهم الحنان والعطف والاهتمام. أنا عارف بقسوة الحياة، لكن مهما كان خليك مصدر أمان لهم، مش خوف. حاولوا أنهم يهربوا منك من أي لحظة. مالك يا قيا، مالك يا قيا. الفلوس حق الجائزة، حق العلقة حبيبي. يا خالد الله يحفظك، ربي بيحول لنا، الباري كريم بيسهلها. الله يفرج عليك، الله يفرج عليك زي ما فرجت علي وعلى أولادي، وإن شاء الله تلاقي ابنك. يلا يا عيال بوسوا حقكم. داري يا خالد، أنا ضاع مني واحد وأحس إن قلبي بيخرج من مكانه، ما بالك ب4
ما تقدرش لا تاكلهم ولا تشربهم ولا تهتم بهم، وتحس انهم بيضيعوا منك في لحظه. شلهم يابا، شل عيالك وانتبه لهم. عيالك ولا امانه في رقبتك، اسالتك بالله اذا ما حافظت عليهم. خالد هيا نروح لنا. لا